اهلا بيكم حبايبي، عاملين ايه؟ النهارده هعمل لكم احلى تشيز كيك ممكن تاكلوه في حياتكم. كريمي جدا، رائع، وكمان الوصفه اقتصاديه جدا. حاولت بقدر الامكان استبعد المكونات اللي هي غاليه او مش موجوده او مش متوفره عندنا، بمكونات موجوده ان شاء الله هنلاقيها بكل سهوله. حاجه كده ما شاء الله فوق الوصف. خيال بجد، خيال. لو عملتيها مرة مش هتبطلي تعمليها على طول. زي ما عودتكم بنفرح دايما ولادنا بحاجات بسيطة وكمان اقتصادية واحسن بكتير من الجاهزة. يلا بينا نشوف اتعملت ازاي. اول حاجة هبتدي ب 300 جرام من بسكوت الشاي، اي بسكوت انتوا حابينه، اللي هو البسكوت السادة العادي خالص. هنطحنه في الكبة كده زي ما انتوا شايفين. وزي ما اتعودنا مع بعض دايما هسيب لكم كل المقادير بالتفصيل بالكوباية وبالجرام تحت في صندوق الوصف. انا كده طحنت البسكوت زي ما انتم شايفين ناعم كده. هبتدي انزل عليه ب 100 جرام من الزبده. الزبده تكون سايحه، ما تكونش سخنه، تكون بحراره المكان. هي يا دوب سايحه بس كده. هفضل اقلب فيه كده وادمج الزبده مع البسكوت لحد لما توصل للنتيجه اللي انتوا شايفينها دي، اللي هي الرمله المبلوله. مجرد ما بنضغط عليها نفكها بسهوله بايدينا. هجيب صينيه بقى بتتفتح من الجنب، وممكن تعمليها في بايركس او اي صينيه انت حباها. هبتدي انزل البسكوت كده زي ما انتم شايفين. في الاول انا دهنت شويه زبده بسيطه قوي، بس ممكن تستغني عنها عادي خالص. هبتدي بقى اضغط كده على البسكوت بحيث تتكون معانا اول طبقه. انا عايزاها متماسكه ومضغوطه بالشكل ده. ممكن كمان استخدم اي ظهر كوبايه في اني اضغط عليه كده. المهم هدخل الطبقه دي الفريزر لمده ربع ساعه. وبعدين هبتدي اجهز الخطوه التانية. اول حاجه معايا 25 جرام من الجيلاتين، جيلاتين بودر. هبتدي اقلب الجيلاتين مع 100 جرام من الميه بالشكل ده. هفضل اقلب فيه كده مفيش دقيقه، هوصل للقوام اللي انتوا شايفينه ده. هركنه بقى على جنب وهو كده جاهز. وبعد كده هنسيحه على حمام ميه. في الوقت ده انا معايا 300 جرام من الجبنه الكريمي. الجبنه الكريمي دي انا عاملاها في البيت، وان شاء الله هعملها لكم فيديو لوحده عشان ما يطولش علينا الفيديو. هنزل عليها 180 جرام من الزبادي اللي هي العلبة الكبيرة شوية، وعليهم نص كوباية من السكر البودرة، وده كان مقدار مظبوط جدا، والسكر بتاعها كان مظبوط جدا ومعتدل. هنزل عليها نص كوباية كمان من الحليب البودرة، وممكن تستغني عنه، دي خطوة اختيارية. هبتدي اقلب كل المكونات كده مع بعضها. هتقلبي بقى بالمضرب السلك اللي موجود معانا ده، علشان انا مش عايزه اي تكتلات في الخليط زي ما انتم شايفين كده. ممكن تستخدمي المعلقه، بس المضرب السلك هيخليه ناعم قوي. كده خليط الجبنه معانا جاهز. هشيله على جنب وهبتدي اعمل الكريمه بتاعتي. انا معايا هنا 125 جرام من الكريمه البودره. استبدلنا الكريمه السائله بالكريمه البودره. هحط على كل كيس كريمه، اللي هو الكريمه الجاهزه، نص كوبايه. يعني انا حاطه كيسين اللي هما 125 جرام، هحط معاهم كوبايه كبيره من الميه المثلجه. هبتدي اخفق فيهم بقى لحد لما اوصل للقوام ده. في الوقت ده هبتدي اجيب خليط الجبنه اللي احنا ركناه على جنب، وهنزل واحده واحده كده على الكريمه بتاعتنا. زي ما انتم شايفين كده ما شاء الله. شايفين الخليط عامل ازاي؟ هو ده قوام الكريمه المطلوب. مثالي جدا، فلافي ناعم زي ما انتم شايفين كده. في الوقت ده هكون بسخن الجيلاتين على حمام مائي، يا دوب الجيلاتين بتاعي يفك. انا مش عايزاه يسخن قوي علشان الكريمه معانا بارده. هصفي الجيلاتين زي ما انتم شايفين كده عشان اي تكتلات، لو في اي تكتلات او اي حاجه مخرزه ما تنزلش معايا في الكريمه. هقلب بقى المكونات كلها كويس قوي. في الوقت ده هبتدي اجيب البسكوت معانا. هو كده بقى تمام من الفريزر. هنزل الخليط بتاع الكريمه ده على البسكوت. كده تكون طبقه الكريمه جاهزه معانا تمام. هبتدي اخبط بس الصينيه بتاعتنا خبطتين كده على الرخامه علشان افرغ اي هواء موجود في الكريمه. وادخلها الفريزر لمده 4 ساعات، على الاقل من 4 ساعات ل6 ساعات. هيكون ده شكلها بعد 4 ساعات او 6 ساعات. بتكون كده متماسكه وجميله جدا، وهي كده تمام قوي. هبتدي اجيب حاجه زي سكينه او اي حاجه كده عشان اسلك الجناب. هي ان شاء الله بتطلع بكل سهوله. شايفين؟ طلع بكل سهولة معانا، وحاجة ما شاء الله مثالية جدا. طبقتين احلى من بعض. طبقة البسكوت مظبوطة، وكمان طبقة الكريمة اللي فوقها مظبوطة جدا. امشي بس على الخطوات وهتطلعي احلى تشيز كيك، احسن كمان من اللي بنجيبه من بره. في الوقت ده ممكن تحطي اي توبينج انت عايزاه. انا استخدمت صوص الفراولة، انا اللي عاملاه في البيت، وان شاء الله الفيديو اللي جاي هيكون عن صوص الفراولة، بس ما حبيتش ان انا اعمله في الفيديو ده علشان ما يكونش طويل عليكم. هبتدي اوزعه بقى زي ما انتم شايفين كده.
هيكون بالشكل الرائع ده. هحط بقى حاجة تكسر اللون، اي حاجة خضرة كده تكسر اللون بس عشان التقديم. وبكده نكون عملنا لولادنا احلى حاجة حلوة ممكن نعملها في الصيف. وكمان هنبطل نشتري من بره، احنا عملناها بربع تمن الجاهزة. شايفين؟ اللهم بارك، حاجة تجنن بجد والولاد هيحبوها قوي. يلا بينا بقى نفتحها من جوه ونشوف شكلها من جوه عامل ازاي. انا استخدمت هنا السكينة اللي ليها سنون زي ما انتم شايفين كده، حطيتها في مية سخنة وهبتدي اقطع بالراحة كده. يا دوب بنزل بس مش بطلع بالسكينة، انا باخد السكينة لتحت مش بطلع بيها خالص. شايفين بقى الجمال؟ شايفين ما شاء الله؟ شايفين طبقات؟ حاجة كده ولا اروع، اللهم بارك، حاجة تحفة. شايفين الطبقات عاملة ازاي؟ الصوص مع الكريمة مع البسكوت، حاجة ما شاء الله حلوة جدا. شايفين؟ حتى لما بتتقطع كده كريمة زي الكريمة بالظبط. طبقة الكريم تشيز دي رائعة رائعة ومش هتبطلي تعمليها، وهتستخدميها في حاجات كتير قوي كمان غير التشيز كيك. شايفين؟ ما شاء الله، حاجة في منتهى الجمال في منتهى الجمال. بجد قد ايه انا كنت متحمسة جدا للفيديو ده، وما شاء الله طالع بجد تحفة. حاولي تمشي على كل الخطوات اللي احنا عملناها وان شاء الله هتطلعي احلى تشيز كيك ممكن تعمليها في حياتك. حاجة ما شاء الله قمة في الجمال. شايفين انتوا اصلا لما بنقطع كده الشكل الكريمة من جوه عامل ازاي؟ اللهم بارك. والف هنا مقدما. يا ريت لو وصلت لحد هنا متنسيش الاشتراك في القناة واللايك والشير.